سلام البنات، دائما مع مطبخ فاتن المغتربة. دعموني بلي لايك، بارطاجوا لي فيديو نتاعي مع الأصدقاء تاعكم، واللي ما راهاش مشتركة معايا تفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد. اليوم جبت لكم وصفة تاع الشامية ناجحة 100% بمقادير مضبوطة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم وتعجبكم الوصفة. هنا أول حاجة نخدم الشربات. جبت الطاوة، عندي كاس ونص نتاع سكر، عبرت بهذاك الكاس اللي شفتوه، وعندي 3 كيسان نتاع ما. هاد الكاس نعبرو به الشربات، ونعبرو به السميد، ونعبرو به السوائل اللي نزيدوهم في السميد، يعني مقدار واحد، كاس واحد ما تبدلوهش. هنا خلط مليح هذاك السكر، ما كاش عندي السكر العادي، استعملت السكر هذا مربعات. هنا نديروه يغلي على نار متوسطه، نديروه فوق النار كي يبدا يغلي، تحسبوا له 10 دقائق وتطفوا. هنا نبدا بالمكونات الجافه. عندي السميد، هذا السميد الخشين كاع يديروا به الشاميه. عندي 3 كيسان نتاع سميد، نزيدهم رشه نتاع ملح، ونزيدهم على راس المغرف خميره الحلويات، ما تكتروش على راس المغرف، ما يلحقش حتى نص مغرف صغيره، غير هكا من الفوق شويه. نخلطوا هاد المكونات الجافه مع بعض، نخلوهم على جهه، ونجيب غراف ونخدم السوائل. هنا عندي كاس ونص نتاع سكر، انا كنت عبراته وبغيت نعاود نعبره قدامكم. راكم تشوفوا الكاس غير هو، ما بدلتهش. كاس ونص نتاع سكر، ونص كاس نتاع زيت، ونص كاس نتاع البن. هنا اللي ما عندهاش البن تقدي تعوضوه بالحليب ولا ياغورت ناتور. وربع كاس نتاع مازهر. هنا نخلط بالمغرف ونجيب الميكسور ونميكسيهم مع بعض حتى يتقى الخليط ويولي بيض وثقيل. هاد الميكسور يساعدنا بزاف يذوب لنا السكر باش ما تباتش معاكم الشاميه ليله كامله. يليق ديروا هاد الميكسور باش السكر يذوب كيما راكم تشوفوا حتى يتقى الخليط ويولي بيض. هنا نجيبو السميد تاعنا ونخلطو معاه السوائل. هنا نسيت مغرف صغيره تاع لافاني، زدتها هنايا. ونبدو نخلطو في المكونات. هذه مقادير مضبوطه، والشاميه ما نحكي لكمش تخرج لكم شابه ما شاء الله وبنينه وناجحه 100%. اللي ما تنجحش معها الشاميه دير هاد الطريقه. كاين غير حاجه دوك نقولها لكم في التالي كي طيب الشاميه، واحد الحاجه يليق تنقصوها باش ما تطيحوش في الغلطه اللي طحت فيها انا. هنا بغيت نستعمل يديا باش نحس باللي كاع السميد شرب هذوك السوائل. خلطوا مليح هنايا البنات، ما تخلوش حبات تاع السميد هكا ناشفين ولا. علاش بغيت نستعمل يديا باش نعرف باللي كاع السميد شرب سوائل. هنا نخلو هذا السميد نخلوه على جهه. هنا من بعد لي طابت لي الشربات قلت لكم كي تبدا تغلي تحسبوا لها 10 دقائق وتطفوا. تزيدوها فنجان صغير نتاع مازهر وخلوها تبرد. يليق تستعملوها بارده تماما كي طيب الشاميه.
هنا خليت هداك السميد ريح لي 20 دقيقة، ولا قديتو نتوما خلوه حتى لساعة ولا ساعتين، وقد ما يشرب قد ما تجيكم الشامية بنينة. انا كنت مقلقة ما كاش عندي الوقت، خليتها 20 دقيقة. نتوما خلوه قلت لكم ساعة ولا ساعتين يريح. هنايا دوك تشوفوا باللي تبدل زاد شرب. علاش قلت لكم خلوه ساعة ولا ساعتين؟ يجي خير من هكا. انا ما كاش عندي الوقت، خليتها 20 دقيقة. كيما راكم تشوفوا زاد شرب السميد. هنا جبت البلا تاعي دهنته، درت له مغرف تاع زبدة كنت مذوبتها وطليتها مليح. نفرغ هنايا السميد تاعي ونبدا نستف فيه. هنا ما تدركوش كي تستعملوا المغرف ما تدركوش على السميد، لاخاطش كنتو تدركوا عليه بزاف وتزيروا عليه كي طيب وديروا له الشربات غادي يتغونفلا معاكم، يخسر الشكل تاعها. غير من الفوق هكا جيبوا مغرف وبدو تسرحوا فيه وتعطوه وجه كيما نقولوا حنا رطب، باش يجي الشكل تاعها شباب. كيما راكم تشوفوا الفيديو راه باين. قلت لكم تجي شابه ما شاء الله. اللي ما تنجحش معاها الشاميه انا متاكده 100% باللي تنجح معاها هاد الوصفه. غير تبعوا الخطوات وديروا المقادير كيما قلت لكم، ما تزيدوا ما تنقصوا. هنا جبت خدمي ونبدا نطراسي غير من الفوق، ما تدخلوش حتى لداخل خدمي، غير طراسو من الفوق. وهنا كل وحده وتزوق على حسب اللي عندها، بغيتو بالكوكاو بغيتو باللوز كيما درت انا. واللي بغات دير طبقتين دير الطبقه الاولى تاع السميد، ومن بعد تزيد مكسرات ترش فوقهم شويه تاع الكاكاو، ومن بعد تزيد الطبقه هذه الثانيه تاع السميد باش تجيكم طبقتين. انا ما بغيتش، بغيت نديرها هكا سامبل. زوقتها بحبيبات تاع اللوز، درت شكل تاع ورده. اللي بغات دير غير حبه في الوسط ولا دير كوكاو، كل وحده وتزوق على حسب ما تبغي وعلى حسب ما عندها في الدار. هنا كملت كاع البلاط تاعي، زوقته كيما راكم تشوفوا. دخلته يطيب، شعلت عليه من الفوق ومن التحت على 160 درجه. هنا من بعد اللي طابلي راكم تشوفوا جات شابه، حمرتها مليح. هنا درت لها الشربات. الغلطه اللي قلت لكم انا درتها، هذاك الفنجان تاع المزهر اللي زدته في التالي نتوما هنايا قلعوه من الشربات، عاودوا نقصوه من الشربات باش تجيكم سوا سوا، تجيكم نيشان. انا جاتني شويه شاربه زياده، كي جيت نقطعها غبنتني بدات تتفتت برك. كما نقولوا السميد شرب شويه زياده على الشربات اللي نورمالمون يشربها. هنا درت كاع الشربات، نتوما نقصوا فنجان، هذا ما كان شي حاجه زعما كبيره. كيما هذا التالي نورمالمون ما نديرهش، انا يزدته غير باش ما تغبنكمش. كيما تعرفوا الشاميه الا كي تقطعوها تجي شاده روحها. هيا هنايا من بعد انا خليتها باتت، من بعد درت لها الشربات خليتها باتت ليله كامله. كيما كنتوا تشوفوا الحبات اللوني تفتوا غبنوني، وهذه خرجت لي نيشان. مشكله في الشربات برك. في التالي كي ديروا الشربات قلعوا الفنجان اللي عبرتوا به مازهر، عاودوا قلعوه وسقوا الشاميه تاعكم عادي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو والوصفه، تردوا عليا في لي كومونتير. ما عليا غير نقولكم تبقوا على خير، تهلوا في رواحكم، في وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد. بسلامه.